إذن مشاهدينا، يصل خادم الحرمين الشريفين مركز الملك عبد العزيز للمؤتمرات للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية. تناقش هذه القمة الخارجية الأمريكية العديد من الملفات، العديد من المحاور. ملف مكافحة الإرهاب هو من أبرز هذه الملفات التي ستناقش في هذه القمة. أيضا تناقش هذه القمة جهود دعم الشرعية في اليمن، الوضع في ليبيا، التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، أزمة اللاجئين والنازحين في مناطق الصراع الدائرة في المنطقة، انتشار الإرهاب. هذه القمة تحاول الخروج بنتائج جديدة من نوعها، ربما لأنها تبحث في حلول ناجعة لمواجهة هذه الظاهرة تحديدا اللي هي انتشار الإرهاب. أبرز ما يميز هذه القمة حقيقة تحظى بمقاربات كثيرة في العديد من الملفات. ربما الأمن في منطقة الخليج العربي، العمل على استتابة هذا الأمن بصورة أقوى، يعد من أقوى الملفات، ويلقى اتفاق حقيقة بين الجانبين في هذه القمة الخليجية الأمريكية. أيضا أهمية الاقتصاد الخليجي في هذه القمة مطروح، التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال. إذن كما ذكرنا العديد من الملفات المطروحة في هذه القمة. نشاهد صورة خادم الحرمين الشريفين حيث وصل إلى المركز لعقد القمة الخليجية الأمريكية. قبل قليل كانت هناك قمة تشاورية خليجية يرأسها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف.